معلش يا بنت الخط فصل وانا بكلمك. كنت بقول لك اتصلت بيهم. ايوه اتصلت فوزية بالعريس. اتصلت يا اختي بالعريس اللي جه شاف بنتك. ايوه العريس كويس وابن حلال وعاجب البنت والله، بس هما يا اختي مش عارف مالهم كده من ساعة ما اتكلمنا على موضوع الذهب والعفش وهما بعيد عنك اتقلبوا والله. ما انت تلاقيك يا اختي عامله زي الغراب النوحي وعلتي عليهم في الحاجات اللي هم ما هيجيبوها. افتريتش يا بنت ولا حاجة، ما انت عارفاني. ده انا يا بنت لسه بقول له كنا هنجيب دهب حتى ب100,000. فاهماني؟ هتجيبي دهب يا ام حسام ب100,000 لبنتك؟ لا انت ما بتفتريش، انت نسمة يا اختي. لقيتهم مزمزجين. اتكلمنا يا اختي على العفش، بقول له يا ابني شوف اوضه النوم والصالون والانتريه، ومش طمعانه يا اختي والله. قلت له حتى لو انيش 4 غرف، فاهماني؟ والسفره ان كانت 6 ولا 8 حتى اللي تقدر عليه. ترابيزه السفره عشان ياكلوا عليها، اما لا يقعد ياكلوا على الارض. قلت له تجيب لها سفره حلوه. وماله يا بنت، وماله يا حبيبتي. السفرة تجيبيها حتى 10 كراسي، تجيبيها ليه 8 انت ولا تجيبيها ليه 6؟ والله يا اختي ما جايه عليه. ده انا حتى يا اختي ما تزعليش مني، قلت له حتى لو اوضه الاطفال تجيبها حتى سريرين كفايه. هو انت هتجيب اوضه اطفال يا ام حسام ولسه العيال ما اتجوزتش؟ لا ده انت ما بتفتريش خالص يا اخي. لا ده على عليا يا بنت عشان ما يدفعش كتير. لا يا بنت لقيتهم زعلوا جوا. لا ما لهمش حق يا اختي يزعلوا، ما لهمش حق خالص. ده انت واقفه جنب العريس. اتكلمنا على موضوع المطبخ. المطبخ ما هو كده كده يا اختي ما هيجيب المطبخ برضه. هيجيب ان كان هيجيب ثلاجه، فاهماني؟ قلت له حتى هاتها 16، بلاش اللي هي 18 الكبيره دي يا ابني حرام. قلت له هات ال 16 كويسه اللي هي ما بتتلش دي، ما تطلعش تلج في الفريزر. بس فقلت له يا ابني شوف حتى لو البوتاجاز ال5 شعله، بلاش الكبير. هو في اكبر من ال5 شعله يا ام حسام؟ انت بتقولي له ما تجيبش الكبيره، هو في اكبر من كده يا اختي ولا ايه؟ يرد عليا يقول انت مش هتساعدينا في حاجه. قلت له يا ابني ما انا لازم اساعدك يا حبيبي، ان كان يا ابني على الادوات الكهربائيه يا حبيبي انا مستعد اجيب لك مكوه، اجيب له مكوه بخار اللي بتطلع بخار دي. يا اختي اتكفل بيها مش مشكله. لا غاليه المكوه يا ام حسام، المكوه غاليه يا اختي عليكي يا اختي. لا انت كده خلي بالك جاي على نفس الجو. قلت له ان كان على الفرح يا ابني والاكل والشرب بتاع الناس عجل وخلاص وتذبحوا، كفايه عجل، واحنا يا بنتي مش جايين عليهم. لا هو عجل كويس حتى يكفي الناس. ايوه حتى العجول رخيصه جو اللي من دول. خليه يا اختي يجيب عجل، وانت ما هياخد بيتك ما يجيبش عجل. حتى يا اختي يوم الفرح بقول له ما تجيبش سبع وعامله عليه، السبع غالي يا بنت، السبع هيكلفه. قلت له يا ابني انا برضه هساهم معاك وباذن الله هجيب كرتونه عصير. اللي هي الباكيته يا اختي اللي فيها 28. كرتونه عصير بحالها كتير جو يا ام حسام يا اختي كرتونه العصير. طيب انت غاويه تصرف يا اختي في الفرح وتجيبي كرتونه عصير بس وخلصنا الموضوع وقلت لهم انا دين يا اخويا هجيب المكوه واجيب الباكيته بتاعت العصير ونعمل الفرح ونخلص يا ابني، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يا ابني يهدي سيرك يا حبيبي. يبقى انا يا بنتي كده افتريت عليهم يا اختي. افتريتي فين انت؟ لما انت خليتيه ما جابش حاجه يعتبر. هو فين اللي جابه اصلا؟